يا صباح الفل، صباح الأنوار، كل سنة وأنتم طيبين. نلحق بقى قبل رمضان والتجهيزات النهائية بتاعة رمضان، اللي هو الفول. هندمس فول. فالنهاردة كده جبت نص كيلو فول، غسلته كويس ونقيته الأول كويس جدا، بعد كده غسلته ونقعته. هيتنقع بقى قد ايه؟ هيتنقع ليلة كاملة. يعني انتي هتنقعيه، هتحطي الفول بتاعك تغسليه كويس، تحطيه في ميه. بعد 3 4 ساعات غيري الميه دي ورجعي حطي له ميه تاني. يعني مثلا ايه، عديتي عليه مرتين كده ولا حاجه، غيري له الميه عشان يعني يبقى احسن وكده. فهنغير له الميه مرتين. اول مره حطيت له الميه من الكتل، وهسيبه بقى اغطيه واركنه على جنب. هنا كده بعد ما خلاص شطفته، تاني يوم ابتديت بقى ان انا احطه في القدره دي. كانت النية اني هعمله في القدرة، بس مفيش نصيب انه يتعمل فيها لان حجمها طلع صغير على الكمية اللي انا عاملاها. خلاص، لان انا حطيت له اضافات تاني هتشوفوها دلوقتي معايا. متنسوش بقى لو اول مرة تشوفي القناة تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. فهنا كده كان، لو هحط الفول بس كان القدرة هتقضيه، وكل شوية هنزود له مية بتغلي يعني. لكن علشان احنا هنحط له حاجات تاني، فكده هنا كده جبت الفول المدشوش، غسلته ونقعته شوية. يعني مثلا ربعاية كده. برضو نفس النظام. العدس حطيت نص كوباية على النص كيلو فول، نص كوباية فول مدشوش، نص كوباية عدس، ونص كوباية رز، او اقل شوية من نص كوباية رز. الرز بقى هيخلي المية زي يعني بديل النشا. يعني بدل، في ناس ممكن تربطه بالنشا في الاخر، لا، انا احط له الرز من الاول، والرز بيستوي ما بيبانش خالص نهائي فيه ولا اي حاجة. ده بديل النشا. فانا برضو كنت غسلاه كده. بقى القدرة اتقفلت معايا، مش هينفع ان انا اعمل فيها، فهجيب الحلة وهستخدمها هي. يعني استخدم حلة. طبعا اللي عنده حلة ضغط هتفيده اكتر جدا، يعني مش هياخد وقت خالص معاه. طبعا احنا نقعين الفول، فهو مش هياخد وقت كتير. اقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها، ونحط لها بشرة طماطمايه. ابشر طماطمايه واحطها، وابشر جزرايه واحطها عليها. دي بيعززوا الطعم. وليمونه متقطعه كده. وبعد ما يستوي بنشيل الليمون ده عشان ايه؟ احنا حاطينه عشان ما يسودش، يعني عشان الفول ما يبقاش لونه اسود وكده. طبعا في معلقه كركم هحطها، بس طبعا ما جاتش في التصوير. او اقل من معلقه، يعني شويه كده صغيرين. ده كده الفول بقى كان استوى. بتحطيه اول ما يغلي، توطي النار، تكمري الحله. انا كنت مغطيها بورق فويل كمان تحت الغطا. تكمري الحله وتوطي النار تحتيها وتسيبيها، يعني النار تبقى شمعة. لو عندك السخان حطيها على السخان الكهرباء ده، وسيبيها بقى ايه، على قد ما تقدري. ده كده الفول المية بتاعته مش خفيفة، ميته تقيلة. مش محتاج يتربط لان الرز ربطه. بصوا شكل الحباية عامل ازاي، مستوية جدا. انا طبعا بتهرسيه بالشوكة او بالبلندر. انا عملت اللي في الحلة كله بالبلندر، علشان خاطر اشيله مهروس، محتاجش ان انا ايه، كل ما اطلع اقعد اهرس فيه وكده. يبقى طالع جاهز على طول من الفريزر على التقديم على طول. فلو لسه ما عملتيش بقى الفول لحد دلوقتي، فانتي الحقي بقى اعمليه يعني. هنا حطيت شوية زيت، وابتدي بقى ايه، اغير الطبق عشان احط بقى الصوص ده الملح اللي انا بستخدمه يا جماعة ملح هيمالايا. ده انضف من الملح الابيض اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، اللي بقى مغشوش تقريبا، يعني ما بقاش كويس خالص. ملح الهيمالايا غالي شويتين بس حلو، وصحيا في اليود، افيد للجسم يعني. احط بقى عليه بشاميل اللي هو بشاميل العربيات، اللي هي الطحينة بتاع الفول. آه، الصوص بتاع اللي بيتباع في العربيات وكده. هنا كده نحط بقى في طبق اكبر، عشان الطبق ده كان شايل كتير. نحط له بقى الطحينه بتاعته. خلص الموضوع على كده. واحلى طبق فول هتاكليه نظافه. مش هتروحي تجيبي ونسيتي السحور وما جبتش وما عملتش وكده. فكل حاجه تبقى موجوده عندك في البيت. ده البشاميل بتاع العربيات. هنزلكوا الفيديو بتاعه بعد شويه، عشان خاطر اللي حابب يعمله يعني. حط بقى شويه كمون للي بيحبه، وبألف هنا يا رب. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس وكومنت حلو كده.